السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كلشي بخير؟ كي داير أحوالكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله هذا الفيديو غادي نخدم معكم فيه الريب الحلو ماشي المسوس. هذا الريب كيجي زوين زوين بزاف البنات. كنحتاجوا ليه اطرو ديال الحليب ديال البقر او الحليب العادي اللي كيتباع في الحانوت، فانيلا، دانون وشويه ديال سنيده، شي 4 المعالق تقريبا. ان شاء الله دابا غير غندوزو للطريقه، والطريقه ديالو سهله بزاف وكيوجد في ليله وحده تقدري من الغد لي تصبحي عندك الريب ديالك. مذاقه هائل وزوين بزاف البنات. تبعوا المراحل دقه دقه وان شاء الله كلشي غادي يكون هو هذاك باش تحصلوا على النتيجه المرضيه، بلا ما سخون بلا حتى شي حاجه. كيجي رائع وجميل بزاف. اول حاجه ان شاء الله دابا ندوزو للطريقه. اول حاجه كنديرو هي انني كناخذ هذاك كناخذ كاسرونه، كنخوي فيها واحد شويه ديال الحليب من هذا اللي عندي، تقريبا واحد الرابعه ديال الحليب. تقريبا صافي، والباقي غنكبو في الكاسرونه الاخرى اللي غادي تمشي فيض. هنا استعملت الحليب ديال البقر، هو اللي استعملت انا هنايا. وكنكب هذاك دانون. احتفظوا بهذا الماء ديال دانون من اللحوش. كنزيدوا الفانيلا، السكر راه بحال طرطوش لكم قبيله مع المقادير، المعلقه راه عندي كبيره. دابا غادي نزيدوه، واحد، جوج، ثلاثة، 4 المعالق. غنزيد وحده لان عزيزه عليا الحلاوه. صافي ونحركو مزيان حتى يذوب هذاك السكر ودانون في الحليب. ناخذ الخلاط اليدوي مزيان. نخليو دابا جانبا وغنديو الحليب ديالنا يفيض. ملي غيفيض وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا المراحل كاملين.
دابا الحليب بعد ما فاض كنخليوه يبرد واحد شويه، كنقيسوه بايدينا، كنشوف واش نقدروا نخشيو فيه صبعنا ونخليوه حسوا شويه سخوني ولكن ماشي بزاف. صافي يعني ان الحليب ديالنا دابا جاهز اننا نخدموا به. دابا غنرجعوا الخليط ديالنا الاول اللي هو هذا. وغادي نبداو نضيفوا الحليب اللي برد شويه بشويه بشويه. صافي الحليب ديالنا هو هذا كامل، نخلطو مزيان. غنشدو قرعه بحال هادي، وغادي نديرو الصفايه ونخويو الحليب ديالنا. غنديرو الدواز بعدا، اذا دابا غادي نخوي الحليب ديالنا في القرعه شويه، ميكونش سخون بزاف باش ما نخسرش من القرعه. ونديرو الصفايه باش يصفى لنا هذيك الفراره كلها ديال الحليب. تهرق ليا شويه ولكن ماشي مشكل. غنسدو القرعه وغادي ندفيوها باحكام. شفتوا هادشي كله تيخسر الحليب، تيخسر الراي، مخصوش يبقى فيه. اذا الريب ديالنا هو هذا بعد ما خوينا في القرعه. دابا هو باقي شويه دافي، غادي نكملو مزيان في شي حاجه سخونه ونخليه حتى الصباح، وديك الساعه نشوفوا النتيجه النهائيه للريب ديالنا. صباح الخير البنات، كي صبحتوا هانيين؟ كلشي مزيان؟ اموركم بخير؟ المهم هذا هو الريب ديالنا بعد ما دازت عليه 8 ديال السوايع، وانتم كتشوفوا خاطر ما شاء الله. شوف كي داير، هو دابا غندخلو للثلاجه يبرد شويه، راه باقي دافي. غندخلو للثلاجه يبرد شويه، وبعد ديك الساعه نشوفوا كيفاش غادي يولي. كل ما كيزيد يدخل للثلاجه كل ما كيعقد اكثر. هذا ما كان البنات، ندخلو للثلاجه ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش داير. اذا الرايب ديالنا هو هذا بعد ما خرج من الثلاجه بعد ما برد. دابا غادي نخويه في الكيسان، غنوريكم غير كيفاش دايره التكستور ديالو. بغيتي تحركيه حركي، انا ما تنبغيش يتحرك، كنبغي بحال هكا جامد شويه. شوف 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 ما شاء الله. شوف 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 شتي كي كيجي واعر. هو صافي. وكنزينو بشويه ديال الرمان، عندك شويه ديال الفاكهه ديريها، عندك اللوز والكركاع ديريه كيجي زوين بحال هذا الشكل هكا. كنصور بايد وكندير بايد. شي حاجه هنا جباتنيش، واحد ديك كحله. اذا الشكل النهائي للطبق اليوم هو هذا كيف كتشوفوا. زينته بالرمان كيجي هائل وزوين. الا عندك الخوخ ولا عندك اي حاجه ديريها، عندك المكسرات ديالهم كيجي هائل ووصفه مغذيه. الا عجبكم محتوى الفيديو ديالي ما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاحباب. الى وصفه جديده، مع السلامه.